خوتي المغاربة، مرحبا بكم. عشنا وشفنا الخبث الكروي في أبشع صوره، ويا حسرة مع من تربطنا معهم علاقات ضاربة يعني جذورها في التاريخ، أشقائنا السنغاليين، وبمنتهى الألم والحسرة. البارح ما خسرناش فقط بالكرة، خسرنا أيضا بالخبث، خسرنا أيضا بالخبث الكروي. هل يسقط هذا عنا المسؤولية؟ أبدا، نتحمل نحن أيضا المسؤولية. بغيت نقول واحد الكلام، أنا ما كنتش باغي نصور هذه الحلقة المغاربة كما تيقولوا بالدارجة، اللي فينا يكفينا، تألمنا كما تألموا المغاربة كاملين، واعتبرنا هذه الصفحة بغينا نطوها. والدليل اليوم استضفت الأستاذ خالد المرولي، محامي بهيئة قنطرة، هو رئيس النقابة ديال المحامين المغاربة. بغيت نتجاوز هذا النقاش، ولكن شويه ملي كندخل الصفحات وكنبقى نقرا ماذا يكتب كتقول حشومه نخليو هذا الشيء ما نعطيوش راي، واخا حنا الراي ديالنا ما غادي يبدل ما غيغير. لقيت بعض الافكار اخوتي المغاربه، رجاءنا المغاربه، تؤلم اكثر من الخساره. من جمله الافكار كنلقى شي حوايج الناس بعض المره جيب فم وقول، راه بنادم يوزن كلامه ويعرف تبعات كلامه واثارها لا عند الله لا عند الوطن. مثلا ابراهيم دياز ضرنا ذاك البينانتي اللي دار، ولكن اخوتي المغاربه نبقاو نروجوا بانه اتفق معاهم. لقيت شي كتابات انا كلام كما تيقولوا العلماء ولا ما عرفتش نقول منزه على العبث. شو ما نهضروا؟ انا قلت بنادم اتفق راه خيانه العظمى، راه خصو يمشي للمعاش. واش واحد كيلعب في ريال مدريد عباد الله وغيضحي مستقبله و40 مليون حاطه كتشوف واقفه الامال واحتضناته؟ عرفتي الا صورتي بنادم بداك الاجرام، عرفتي شنو هي هذه؟ يتفهم ضد البلاد ديالو. وقراو غير الرساله ديالو المؤلمه، السيد مسكين كيفاش كيعاني، وشوفوا على شموخ وعلى رقي انه مسكين اعتذر. شنو قال مسكين في رسالته؟ كتبها في الصفحه ديالو، قال لك: روحي تؤلمني، لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رساله، لكل عرض دعم جعلني اشعر انني لست وحدي. لقد فشلت بالامس واتحمل المسؤوليه كامله واعتذر من صميم قلبي. سيكون من الصعب علي النهوض لان هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول، ليس من أجلي بل من أجل كل من آمن بي ومن أجل كل من عانى. سيد كيعاني، واش كتعرفوا؟ هذا خصو طبيب نفسي، هذا خصو مواكبة نفسية، هذا خصو احتضار، راه كيعيش عرفتي العذاب. ولا 40 مليون كلشي فين يدخل شي صفحة يلقى فين يلقى. واش كتعرفوا؟ يجربها بنادم. واش كتعرفوا روبرتو باجيو ماذا كلفه ملي ضيع البيلانتي امام البرازيل في 94 امريكان؟ مرض نفسي. واش عمركم طلعتوا على روبرتو باجيو شنو وقع له؟ سيد راه اذا تقييم النقاش مهم ما بعد هذه الخساره مهم. الناس تتهضر، الناس تكتب، ما كاين باس، ولكن من في حدود المعقول باش تقول البيع والشراء والمؤامره. واش كتعرفوا المغرب شنو غيربح من كاس افريقيا؟ كون دير كاس، عرفتي شنو غيدير كاس؟ واش كتعرفوا يدير كاس بالنسبه للمغرب؟ الربح ديالو سياسيا ورياضيا وشعبيا وتاريخيا شنو هو المقابل باش يقولوا ربحنا التنظيم؟ شي وحدين كيفاش ربحنا التنظيم؟ على كيفاش التنظيم؟ نربحوا التنظيم مهم مزيان، وكمن الكاس هو اهم حاجه. اذا علاش حنا ما غنديوش الكاس؟ كيفاش غتوقع يعني عباد الله تفاهموا ولا؟ فهذه من اكثر الاساءات، وهذه من اكثر الافكار الشعبويه والافكار الغير مسؤوله اللي كتضر واللي ما كتقدم ما كتاخر. هذه واحد. جوج، فكره اخرى لقيتها زعما صحابها اللي كيروجوها والله الا مؤلمه. ناس جيبيه فم وقول باش يحاصروا الناس ما يهضروش وما ينتقدوش. تيقول لك: وحنا لعبنا النهايه، وصلنا للنهايه، والحمد لله وصلنا، والنهايه صافي بخير، المهم حنا وصلنا لا، المغاربه من حقهم ينتقدوا، المغاربه من حقهم. انا كنقول انتقاد مسؤول. كيفاش النهايه؟ واش حنا ديال النهايه؟ واش حنا عاد عندنا؟ حنا لعبنا دومي فينال في قطر، بقيناش كنناقشوا حنا النهايه. حنا عاد السوق، القيمه السوقيه ديال اللاعبين هي الاغلى في افريقيا، حنا مكلاسين الثامنين عالميا. وشي واحد كيقارن ليا بادو الزكي، لا علاقه. الشروط والسياق اللي جا فيه بادو الزكي والمنتخب لا علاقه له بالسياق ديال ركراكي ولادو، ما كاين حتى شي علاقه. اولا بادو الزكي لعب خارج المغرب في تونس وصل الفينال. جوج، القيمه السوقيه ديال اللاعبين ديال الزكي ماشي هي القيمه السوقيه ديال هاد اللاعبين. ثلاثه، اللاعبين اللي كانوا يلعبوا مع الزكي على الصعيد الانديه العالمي ماشي هما اللي كيلعبوا
اللي كيلعبوا. الرابعه الدعم اللي تعطى اليوم لهذا المنتخب والركراكي ما عمرو تعطى في تاريخ شي فرقه في تاريخ كل شيء اللي بغيتيه، الدعم لا المالي ولا النفسي ولا الاحتضان ولا الحب ديال الشعب، وكتلعب في واحد الجو كيفاش داير، جاي من كاس العالم، جاي من الثاني، عندك سياق فيه ضارب كاس العالم ديال الشباب، ضارب كاس العرب، محيح في جميع الفئات العمريه، اذا انت كتلعب وسط السياق. بادو الزكي كان كيلعب وسط السياق، ماشي نفس السياق. بادو الزكي اللي قال وصلنا للنهائي تجي معاه علاش؟ لان القيمه السوقيه ماشي بحال الترتيب العالمي ما كانش بحال المناخ المحيط بالمنتخب ماشي بحال الارضيه فين لعبتي ماشي بحال. اذا هذه العمليه ديال وصلنا للنهايه لا، حنا خصنا نديو الكاس، اذا نخليو الناس تهضر. نقطه اخرى عاوتاني اللي كنت كنسمعها ومؤلمه حتى هي، كنلقى لو تيبغيو لو ان ابراهيم دياز ماركا ما كنتوش غادي تقول لو. واش الكره فيها لو؟ الشيء اللي كيفهم في الكره ما عمره ما كيستعمل عباره لو، وكون كان ولو ان السنغال ماركات واحد جوج ضيعتهم، ولو ان النصيري ضيع ضد سميتها نيجيريا داك البيلانتي الاخر، ولو ان ياسين بونو ما طاكاش، ولو ان النصيري ما ماركاش على البرتغال بالراس، واش الكره فيها اللو؟ ولو مكتوب ولو الكره كتشاف في شموليتها. اذا هذه الفلسفه ديال اللو ما لو كلام خاوي لا اصل له. نقطه اخرى الاستقاله، هذه الناس يطلبوا استقاله الوليد الركراكي مدرب زوين، اعطى الكره له ميزات حسنه ولا ننسى فضله ولا ننسى خيره، ولكن واش غنبقاو مسورتنا ابد الابد؟ انا ما فهمتش هذا المغرب هذا فيه واحد الظاهره غريبه، كل واحد عنده الالتراط ديالو، كل واحد عنده المغرب اللي ما عندوش الالتراط الوطن ديال الوطن اللي ما عندوش الالتراط ديال، والركراكي داير الالتراط، والقجع عنده الالتراط، واللاعب عنده، ما تبقاش تهضر. الركراكي عطى الكره ولكن واش يبقى ابد الابدين ولا ياه تالي دينا معاه كاس افريقيا في 75 كيبقى معنا ديما، واللي داو ثاني كاس العالم فرنسا يبقى ديما، واللي دا كاس صافي. وليد الركراكي عطى اللي عنده صافي. بانت بزاف د الملاحظات، واخا تكون مبتدئ في كره القدم، واش انت جايب عياده طبيه النص ديال عباد الله مفرشخين ويلي مضروب لك اوناحي، اكامان، مضروب لك سايس، مضروب لك سميتو كاع الدراري تقريبا مضروبين، كل شيء تقريبا. اوناحي يلاه مسكين عاد سميتو حكيمي يلاه خرج من الاصابه، مزراوي اللي هو غزال وكذا محيدو مخلي الاخر. واش عباد الله دابا المدرب معك فين كتبان قوه المدرب؟ على الاقل جبتي عندك لاعبين برا صحاح، جبتي المعطوبين، خص تكون عندك قدره في تدبير الاصابات. واش انت عندك اخر تغيير واحد مباراه النهايه ومدخل واحد هو ديجا مصاب، بحال اللي خديتي ورقه حمراء ودخل رحيمي ولا واحد اخر، هذه ما عندهاش علاقه بكوكو باينه. واخا يكون بنادم ما عمرو ما فهم، واش غتجيب اللاعبين كامل مصابين او النص ديالهم مصابين، النص ديالهم الدراري مضروبين؟ وعلاش كاين دراري بزاف اللي القوه ديالهم، وكاين دراري اللي بانوا في كاس العرب ولا في كاس، نجيب منهم شي جوج دراري ديال كاس العالم وداك الوليد الصغير، كاين جوج كانوا فرافر كاع مره. اذا كاين شي حوايج ديال المدرب باينه الاطراس ديالها. اذا نتفاهموا الناس طلبوا بالاستقاله ديالو، اسيدي في هذه اللحظه ولات واحد الثقافه وما تهضرش. وهو كلقيت شي تعليقات، هو وليد الركراكي قال في الكان ديال كوت ديفوار، قال غادي نجيب ولا مش غنستقل، وما وفاش بالكلمه ديالو. إذا شنو فيها الانسان اللي طلب له الاستقاله ديالو؟ شنو فيها؟ دار اخطاء قاتله، دار اخطاء، وها انت ديما زوين درتي اخطاء واحد النهار، شنو فيها ما انتقد؟ لا ما تقدرش، لا دار اخطاء، من جمله الاخطاء دابا انا اللي ما تفهمتش ليا، وراه بزاف الناس تا هما لاحظوها، خطر جدا. واش انت رابح وصفر عليك الحكم اللي فائدتك به، مالك دار بواحد المجهود نفسي واحد، سير جمع الدراري ديالك، سير جمع الدراري ديالك وشوف كيفاش تدبر المشكل، خليهم بينهم وبين الحكم. العالم كيشوف بيلانتي هذاك ومشى للفار، علاش انا نبقى نقنع على المدرب ديال السنغال قاس كيمثل عليا ونمشي نقنع اللاعبين؟ هذاك راه مجهود نفسي وعضلي وعقلي، تيلعب لك تبريس واش غيوقع؟ وشي لك اللي يقول لك لا الكان وغيقولوا علينا حنا خسر، كاين لا فشل الكان لا والو، التاريخ كيحتفظ على الالقاب وحنا ما كنستافدوش من التاريخ. ما وقعتش في تونس مع الوداد البيضاوي، شنو وقع من بعد؟ علاش ما كنستافدوش من التاريخ؟ ما بغيتش تفهم ليا في المغرب اش داروا لنا في الوداد في تونس؟ نفس العمليه، وسير ما بغيتيش تدخل انا نفرض عليك العقوبه ونفرض عليك وغيرجعوا. اذا حنا دغيا هذا المشكل ديال الاجانب ديالهم خاطرهم ما يتقلقوش، غيقولوا علينا عندك هاد الثقافه واش ما قلتهاش هاد عقده الاجنبي؟ نعاودها لكم، ياك هذه 3 ايام قبل ما يكون هادشي قلت لكم المغاربه من جمله المشاكل عندنا هاد العقده ديال الاجنبي. ها هي حلقه نفكركم بعقده الاجنبي.
تصور يقولوا علينا الجزائريين، يقولوا علينا التوانسه، يقولوا علينا اش يقول عليك؟ يقول لك كاع ما يقول، انت ثق في راسك. اذا خاصنا نتخلصوا من هذه العقده الاجنبي. عندنا مشكل عميق. الكرم شيء ايجابي، حسن الضيافه شيء ايجابي، لكن لا يصل الى مستوى الذوبان في الاخر والتنازل على الكرامه. لان ملي كيجي واحد يبول لك واحد الملعب واحد كذا، كنحصدوا حنا الخيبات. ونقطه اخرى مهمه جدا، علاش كنكونوا رحماء مع الاجنبي وقساة مع خوتنا تبع السلطات وتبع المشاكل؟ حتى الاجنبي كنعطيوه صوره على زوينه، وديك الحقوق اللي نعطيو الاجنبي نعطيوها حتى لخوتنا، داك الكرم اللي كنعطيو الاجنبي نعطيوها حتى لخوتنا. علاش حنا رحماء مع الاجنبي وقساة واحسن الغلاظ في بعض المناسبات معها؟ فنتمنى تاخذ بعين الاعتبار هذه النقطه ديال عقده الاجنبي. اذا علاش بصح هذه المشكله ديال الاجنبي عندنا شي حاجه كنعطيو قيمه؟ الكرم زوين كما يقولوا، الاستضافه زوينه، كاين بزاف. انا شوف شي داك الاشياء، انا كون كان شويه ديال التخطيط، شفت هذوك الكود هذوك هاد السنغاليين ما يجيوش حدا الكره، حدا ما يجيوش حدا التيران. لو كان الذكاء نجيبهم انا نعطيهم شي بيت الفوق، او ما طلعوا لي الملعب بداو كينقزوا عليا وحنقزوا علينا بديك الطريقه وداخل الملعب. شحال هما وشحال حنا؟ شوف على زعامات. وحنا المغاربه شوف بمئات سميتو عشرات الالاف، هما شحال عام مجموعه وطلع، وحنا بيناتنا كيشبك الدق. علاش عندنا هذا الاجنبي؟ علاش كنعطيو هذه القيمه بهذه الطريقه وتا كنوليو بقينا نناقش معاه كذا؟ انت مالك صاحبي؟ مالك السي وليد؟ مالك؟ تصفر الحكم، رجع اللور مع راسك بينه وبين الحكم الافريقي. واش الحكم حطيته ولا راه حطوا الكاف؟ واش القجع كيحط الحكم ولا شاد المصيبه الكحله؟ غادي وليد كيقنع هذاك بن محمود رشيد، كيقنع اللاعبين ودخلوا ما دخلوش ومثلوا علينا، وفي كل الحالات رابحك. غلبتيه سجل عليك موقف نفسي، ما سجلتيش غلاب عليك موقف بيلانتي. يا خويا صفر الحكم. علاش كنديروا هذا الحكم؟ اذا هذا مشكل ديال فين كيبان هنا المشكل الخامع؟ تيبان الازمه ديال الوعي خارج اللعب. الكره والخطط، الكره ماشي فقط رجلين، الكره ماشي فقط خطه وسط الملعب، الكره تدار كذلك من خارج الملعب، فيها الجانب البسيكولوج، الجانب النفسي، الجانب الروحي، الجانب الفكري، وخصنا تكون عندنا فرضيات. الا جات هذه اش نديروا؟ جانب بيلانتي في 90 شكون يضربوا، جانب بيلانتي ما بعد كذا. كتحس باللعب البارح مع كل احترام ما كاينش تخطيط. كنعاودوا الاخطاء. راه زقلنا في مصر مع البينين بيلانتي في اخر ساعه، ما تعقلوش المغاربه ما زقلناش بيلانتي في جنوب افريقيا عاوتاني ديما بنفس الطريقه في 90 كاع ما كنعاودوا نفس الاخطاء كيما عاودنا رادس عاوتاني ديال تونس. علاش ما كنستافدوش من الاخطاء ديالنا؟ علاش حنا عندنا مصيبه عظيمه. لا فرحنا ما كنديروش تقييم، وإلا حزننا ما كنديروش في نفس العام. ملي كنفرحوا كيجرنا الفرح عاوتاني. حنا المغاربه لا كاينه هو في الحقيقه خصك في كل الحالات انتصرتي ولا خرجتي جلس مع راسك، شوف الاخطاء البيناتيات، شوف شي دير دراسه، سير قرا بنادم عقليته. انا كنحس هاد السنغال المدرب راه خدا الدبلوم من عند المغاربه هنا وقارينا عقليتنا ولعبنا على النفسيه، فاهمنا النفسيه ديالنا. حنا كنبانوا ما صافي بقينا حنا اسيرين واحد الصوره والثقه، واللي يهضر مع وليد الكركيله والخلعه ناقش القجعله ناقش وليد الكركيله. راه اكبر عدو اللي عندنا هو هاد المصيبه ديال التقديس وهاد الانتقادات. ما تكونش وما تهضرش، كتولي واحد اللحظه انت عندك فكره صحيحه اش غتواجه، كتضطر كتبغي تقول شي فكره راه مصيبه كحله، كتبقى كي غدير غتولي تكونت واحد الكتله خطيره. واش كتعاني مع لا كونجيغيزون في الفرنسيه ما عارفش الفرق بين الباسي اللي هو لامبارفي، البريزون والباسي كومبوزي؟ تبع معايا هذا الفيديو للاخر وغادي تفهم التصريف بطريقه سهله وبجدول واحد فقط. اذا اليوم جبت لكم جدول بسيط كما هو واضح في هذا الفيديو، وواضح فيه افعال كتستعمل يوميا في الفرنسيه ومصرفين في 3 ديال الازمنه مهمين بزاف. عندنا البريزون في العمود الاول، البريزون هو الحاضر، الباسي لامبارفي والباسي كومبوزي. الا فهمتي هذا الجدول راه نص المشكل ديال التصريف غادي يكون تحل. الجزء الاول اللي هو البريزون الحاضر، نبداو بالعمود الاول. اذا هذا الزمن اللي هو البريزون كنستعملوه باش نهضروا على حاجه اللي كنقوموا بها دابا حاليا. مثلا دابا انا كنشرح الدرس، جيكسبليك. اذا غنصرف هذا الشرحه هو اكسبليكي، غنصرفه في البريزون حيت هي واحد الحاجه اللي كنديرها دابا، او كنستعملوه للتكلم عن عاده يوميه
اللي كنديروها. جو بونس مثلا جو بونس، جو ترافاي، جو شيرش، جو كومونس، جو تروف. واحد الحاجه اللي كنديرها عاده يوميه. مثلا الا قلت chaque jour je vais à l'école. chaque jour je vais à l'école. هذه واحد العاده كنديرها يوميا، كنمشي للمدرسه ولا كنمشي للخدمه. اذا لو فيرب الي هنايا خصني نصرفو في البريزون، حيت كما قلنا ان البريزون كنستعملوه باش نعبروا على واحد الحاجه اللي كنديروها يوميا، عاده يوميه. اذا ركز معايا هنا، كل الافعال بدات بجو. جو، جو بونس، جو كومونس، جو ترافاي، جو شيرش. علاش درت جو؟ حيت غادي تسهل عليك الا غير عرفتي التصريف مع جو غادي تسهل عليك باقي الضمائر. اذا جو بونس، جو كومونس، جو ترافاي، جو شيرش، جو تروف الى اخره. والجزء الثاني تبعوا معنا هنا في الباسي اللي هو لامبارفي. امتى كنستعملوا لامبارفي؟ تبع معايا. هاد الزمن كنستعملوه باش نحكيو على حاجه كانت كتوقع في الماضي بشكل متكرر. واحد الحاجه كانت كتوقع في الماضي بشكل متكرر، ماشي حاليا بشكل متكرر، حيت قلنا العاده اليوميه كنستعملوها ولا كنستعملوا البريزون باش نعبروا عليها. ولكن في الماضي كنستعمل لامبارفي او في مده طويله. الا بغيت نهضر على واحد الحاجه كانت خدات ليا مده طويله في الماضي، ما غنستعملش الباسي كومبوزي اللي غنشوفوه في الجزء الثالث في العمود الثالث، ولكن غنستعمل لامبارفي. نعطيكم مثال: je pensais, je travaillais, je comprenais. مثلا je travaillais، مثلا عندك هنايا لاحظوا معايا je pensais, je travaillais, je comprenais AIS AIS AIS. اذا كلهم تسالاو ب AIS. وعندك هنايا واحد الفكره، دائما ملي كتلقى الفعل مسالي ب AIS راه غالبا لامبارفي هذاك. هذه قاعده ذهبيه نردوا لها البال. دائما ملي كنلقى الفعل مسالي في التصريف ب AIS فراه لامبارفي. اذا دائما كنربط AIS بلامبارفي. والجزء الثالث وهو الباسي كومبوزي، وهذا اهم جزء. الباسي كومبوزي امتى كنستعملوه؟ هو القاعده ديالو بسيطه. نبداو بالقاعده، هي جي بلس بارتيسيب باسي. جي اللي هو لوكسيليير، جي ولا اتر على حسب لو فيرب افيك البارتيسيب باسي. اذا كنقولوا جي بونسي، جي ترافايي، جي كومبري. ولكن راه شي افعال ما كيبقاوش بحال. مثلا هنايا ملي قلت جو بونس قلت جي بونسي، ولكن كاين شي افعال كيتبدلوا. فاذا قلت مثلا جو كومبرون في البريزون، في الباسي كومبوزي غنقول جي كومبري. ولا قلت جو برون في الباسي كومبوزي غنقول جي بري. اذا بالنسبه لهذا الفيديو راه غير متقدم، بالنسبه للتفاصيل راه غيجيو في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله. يعني راه ضروري خاصك تحفظ البارتيسيب باسي ديال بعض الافعال باش يسهل علينا الباسي كومبوزي. نديرو هنايا واحد المقارنه سريعه. خلينا ناخذ هنايا فعل واحد ونقارنوه. عندي البريزون جو ترافاي باسي اللي هو لامبارفي، جو ترافايي باسي كومبوزي، جي ترافايي. اذا لاحظوا معايا هنايا، je travaille في البريزون، je travaillais في l'imparfait AIS. كما قلت سابقا ان AIS دائما مرتبطه بالامبارفي. وفي الباسي كومبوزي عندي جي اللي هو الاوكسيليير بلس travailler اللي هو البارتيسيب باسي. والا فهمتي هاد ثلاثه راه تقدر تهضر على دابا قبل وحاجه اللي سالات. دابا يعني البريزون، قبل يعني لامبارفي، وحاجه اللي هي اصلا تسالات وقعت في الماضي وتسالات في الماضي كنستعملوا الباسي كومبوزي. مفهوم الكلام؟ اذا ان شاء الله الا بغيتي تحسن في الفرنسيه راه لا كونجيغيزون ماشي صعيبه، غير خصها تنظيم. والا عجبك هذا الشرح خلي لايك ودير تعليق وكتب لي شنو الزمن اللي باغي نشرحه في الفيديو الجاي ان شاء الله.